قتل 99 نفس وتمهم 100، وكان بيسأل ربنا على توبة. تفتكروا ربنا تاب عليه ولا ايه اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه في قصة النهاردة. اهلا بيكم، انا غادة سعد الدين. قصتنا النهاردة في الامم السابقة كان في راجل قاتل 99 نفس، اطفال بقى على نساء على كبار، كل حاجة. وكان جواه كده كان في حاجة بتألمه، فسأل الناس وقال لهم دلوني على حد أسأله هل لي من توبة ولا لأ. أول مرة دلوه على عابد، راح للعابد ده وقال له أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ فالعابد بصله كده واستغرب جدا واتفاجئ واتصدم. قال له توبة ايه اللي انت عايزها؟ مين هيجيب حق الأرامل والمساكين والأيتام وكل اللي انت تسببت فيه ده؟ لا أكيد مالكش توبة. راح مموت العابد. قال خلاص بقى طالما هي خربانة خربانة وأنا ماليش توبة. راح مموت العابد وخرج بقى من عند العابد يكمل بقى فساد في الأرض. ولكن مع كل الفساد اللي كان بيعمله ده، قلبه برضو كان في حاجة من جواه كانت مضايقاه. فسأل مرة تانية، قال دلوني على حد أسأله يعني إذا كان ليا توبة ولا لأ. دلوه على عالم المرة دي. راح للعالم وقال له أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ العالم بصله كده وضحك وقال له مين يقدر يقف بينك وبين التوبة؟ دي علاقتك مع ربنا، اقف بين ايدين ربنا واطلب التوبة، هو اللي يقدر يحدد اذا كان هيتوب عليك ولا لا. مفيش حد يقدر يقولك لا، بس كل اللي اقدر اقوله لك طالما قتلت 100 نفس ومحدش وقف لك ومحدش قالك ان ده غلط، يبقى انت قاعد في قرية ظالم اهلها. انقل للقرية الفلانية، وقال له على قرية قال له دي كلها مؤمنين، روح اقعد معاهم وتوب لربنا. وفعلا طلع من عند العالم وقال ان هو هيروح للقرية دي عشان يتوب بقى لربنا ويعيش مع القوم المؤمنين دول. ولكن في الطريق حصلت مفاجأة، مات. وبعدها نزلت عليه ملائكة الرحمة ونزلت عليه ملائكة العذاب، وكانوا محتارين. ده واحد قاتل 100 نفس ولسه ما راحش ولا تاب، هنعمل فيه ايه؟ ووقتها ربنا نزل ملك وقبل توبته. وده يعلمنا ان احنا ما نفتيش ابدا وما نحكمش ابدا على حد، لان ممكن الحد ده اللي انت شايفه كله معاصي بيعصي ربنا ليل نهار يكون اقرب لربنا منك انت. وبيحصل قدامنا مواقف كتير زي كده في الحياة. اكيد كلنا سمعنا واحد قريب مننا او في منطقتنا او في المسجد اللي جنبنا او في اي مكان، سمعنا عن واحد مثلا بيذنب او بيشرب او ايا كان المعصية اللي هو بيعملها، يكون رايح يصلي ويقابله واحد كده وهو داخل المسجد بيقول له انت داخل تصلي؟ هو انت هيتقبل لك صلاة؟ يخلي الشخص اللي رايح يتوب ده يتعقد ويمشي ويبعد عن الصلاة ويبعد عن عمل الخير اللي هو كان هيعمله. فمهما حصل ما توقفش ابدا بين اي بني ادم وبين ربنا غفور رحيم. ان الله يغفر الذنوب جميعا الا الشرك بالله. علاقة كل واحد بربه هي علاقة خاصة جدا، وفي حاجات كتير في الخفا ما يعلمهاش إلا الله. دي كانت قصتنا النهاردة، يا رب قصتنا النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. لو القصة عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك حلو بتاعكم، وكمان تقولوا لي رأيكم في القصة في التعليقات. أشوفكم على خير يا رب، وباي باي.